الميكروفون كان بيبعد عن صوتها بمتر ونص، ولو هتعلي صوتها شوية بتبعد لها متر كمان. الست كوكب الشرق، سيدة الغناء العربي، أم كلثوم. اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد، من مواليد الدقهلية سنة 1898. هي من عيلة بسيطة وكانت حافظة للقرآن الكريم ودفدها كتير جدا في مخارج الحروف. قررت أم كلثوم إنها تروح القاهرة وتبدأ مسيرتها الفنية، مش في الغنى بس، لأ ده في التمثيل كمان، وعملت 6 أفلام من أشهرهم وداد ونشيد الأمل. كونت ليها جمهور كبير جدا معجب بجمال طبقة صوتها وقوته. جماله وقوته تعالوا اقول لكم، صوت ذبذبته ام كلثوم وصل ل 16,000 ذبذبه، دي عدد بتوع الاوبرا. يعني عندكم ماريا كالس مغنيه الاوبرا العالميه وصلت ذبذبات صوتها ل 9,000 بس، وكمان لفتره قليله. دي حتى فرنسا لما جت تعمل تجربه على صوت ام كلثوم اتصدمت وما كانتش زي اي تجربه، لقوا ان نسبه نقاء صوتها وصل ل1 على 1000 وان صوتها معجزه الهيه. وما ننساش ان من اشهر اغاني ام كلثوم الف ليله وليله، امل حياتي، انت عمري، حيرت قلبي معاك، وغيرهم اغاني كتير. وودعتنا ام كلثوم باخر اغانيها حكم علينا الهوى، وبعد مسيره طويله مليئه بالاحداث اتوفت سنه 1975.